عندها أكبر بيزنس في الأحذية والعقارات وبطلة أولمبياد محدش قدها، واللي حصل لها بعد الفيشاوي خلى الكل يتكلم عنها. دي حكاية ندى الكامل، الزوجة السابقة للنجم أحمد الفيشاوي، واللي أثارت جدل كبير على السوشيال ميديا الفترة الأخيرة. بس مين ندى الكامل؟ ويا ترى بتشتغل إيه؟ وإيه اللي قالته عن الفيشاوي؟ ومين زوجها الثالث اللي قلب السوشيال ميديا؟ كل ده وأكتر هتعرفه، بس تابعنا في الفيديو ده. من بعد ما ندى الكامل ارتبط اسمها باسم الفنان أحمد الفيشاوي لما اتجوزت منه وانفصلت بعد 4 سنين، وهي كل وقت والتاني بتطلع ترند والناس بقت مهتمة بأخبارها اللي ما بين جواز وانفصال. بس يا ترى مين هي ندى الكامل اللي عاملة القلق ده كله؟ شوف يا سيدي، ندى الكامل مش مجرد واحدة من جوازات الفيشاوي، لا دي أصلا بطلة رياضية ولاعبة مثلت مصر في أولمبياد لندن 2012، واتأهلت للأولمبياد بعد ما فازت ببطولة أفريقيا سنة 2012، وكمان فازت ب7 ميداليات في دورة الألعاب العربية سنة 2011. لكنها غادرت الأولمبياد بعد ما خسرت في دور الرابع والستين قدام اللاعبة الروسية دوبروفا، وساعتها كانت في المركز ال 33 مقرر والأخير في الترتيب النهائي. دي كمان سيدة أعمال وعندها أنشطة تجارية كتير في الأحذية والعقارات، وعندها 3 بنات من جوزها الأول. بعد كده انفصلت عنه واتجوزت المرة الثانية من الفنان أحمد الفيشاوي، واستمر جوازهم 4 سنين لحد ما انفصلوا، وخلال الفترة دي ما أنجبوش أطفال، بس كانت دايما ترند لما بتظهر معاه بسبب إطلالتها اللي كانت ملفتة على طول. ووقتها كان الفنان أحمد الفيشاوي اتكلم عنها كتير، ودايما كان بيعبر عن حبه ليها، ومرة صرح وقال إنها فتاة أحلامه وإنها الست اللي كان نفسه يتجوزها، والمناسبة دي كانت الزوجة السادسة ليه. حتى بعد ما سابت الفيشاوي كان الانفصال في هدوء تام، ووقتها الفيشاوي منحها كل حقوقها وأكتر كمان. عشان كده ندى كتبت بعد الانفصال إنها عمرها ما قصرت في حقه يوم، وإنها كانت خير داعم ليه، وطلبت منه بعد الانفصال إنه يخلي باله من نفسه، خصوصا إنها كانت بتعتبره أمانة في حياتها وحافظت عليها. بس بعد ما انفصلت من الفيشاوي أعلنت عن زواجها للمرة الثالثة سنة 2023 من شاب خارج الوسط الفني، بس ما كملوش سنة واتطلقوا، وقتها برضه أثارت الجدل. وساعتها ندى كتبت ستوري على الانستجرام قالت فيها: صباح الخير، أنا سنجل، بارك الله لنا جميعا. بس قبل ما تعلن عن زيجتها الثالثة، ندى كانت أثارت الجدل لما انتشر أخبار بارتباطها بعمر كمال، خصوصا لما نزلت أكتر من صورة بتجمعهم على السوشيال ميديا، ده بالإضافة لتصريحات عمر كمال عن ارتباطه بندى الكامل خلال مقابلة مع برنامج خلاصة الكلام، اللي كشف فيها عن حزنه لتسريب خبر ارتباطه بندى الكامل، وقال وقتها إنه ما ينفعش حد يتكلم عن حياته الشخصية. وقتها عمر قال عنها: أنا حبيتها أكيد، لكن التجربة ضرتني، ما كانتش فتحة خير عليا، والمفروض الإنسانة اللي معايا لما تلاقيني بميل للغلط ما تميلش معايا، لا تعدلني، وهي تجربة ما كانتش جيدة، والسلب فيها أكتر من الإيجابي، وأنا اللي خدت قرار الانفصال. ودلوقتي قول لنا تعرف إيه تاني عن ندى الكامل.